اليوم راح نديرو وصفة تريليتشي التركية المشهورة في تركيا. الأصل تاعها المطبخ اللاتيني، انشهرت في تركيا، زادوا لها الكراميل ولات محبوبة عندهم. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. في إناء راح نديرو 5 حبات بيض بحرارة الغرفة، نزيدو لها كاس غير ربع تاع سكر، قرصة ملح، لافاني، ونضربوهم جيدا لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف الحجم تاعهم. نزيدو لهم كاس تاع فارينة معمر شوية مع كيس خميرة كيميائية، ونبقاو نقلبوا غير بالعقل باش ما يهبطلناش هذاك واش طلعنا. في الاخير راح نضيف لهم 4 كاس تاع الماء، ونزيد نقلب شويه كما راكم تشوفوا. وفقط نجيبوا المول تاعنا نديروا فيه بابي كويسون باش ما تلصقناش، نفرغوا فيه الكميه هذيك وراح ندخلوها في فرن مسخن على 150 طيب من التحت من بعد من الفوق. التشريبه تاعنا هي 3 كيسان تاع حليب مع كاس كريمه سائله و3 ملاعق سكر، نحركوهم ونخلوهم بجنب باش نشربوا بها الكيكه تاعنا كي طيب لنا. انا بعد ما طابت لي الكيكه تاعي راح نقلبها باش نحو هذاك البابي كويسون تاعنا، نشربوها الان هذيك الكميه كامل نشربوها وراح نخلوها على جنب. للكريمه عندنا كاس بودره شونتيي مع كاس حليب يكون بارد، راح نضربوهم جيدا حتى يتضاعف الحجم تاعهم. نحو 2 ملاعق هكذا للتزيين من الفوق، ونروحو نحطوها فوق الكيكه تاعنا، ونساوي السطح تاعنا وراح نديروها في الثلاجه حتى وين تتماسك جيدا. نروحو نوجدو الكراميل تاعنا. عندنا كاس تاع سكر نضيفوا له 2 ملاعق فقط تاع الماء، ما نحركو والو، نخلوه فوق النار على نار هاديه حتى وين يولي كراميل كيما راكم تشوفوا. نضيفوا له قطعه تاع زبده ونكمل نحرك حتى وين تذوب لنا هذيك الزبده. من بعد نضيفوا له كاس كريمه سائله، ما تخافوش راح تتكتل معكم شويه، اقعدوا فوق النار حركوا حركوا حركوا، راح تبدا تذوب بالعقل. شتو كيفاش راهي تذوب؟ من بعد خلاص تذوب لكم هكذايا. نخلوها تولي تياد، ما تحطوهاش سخونه. من بعد نفرغوها فوق الكيكه تاعنا. علاش؟ باش ما تهبطلناش هذيك لا كريم شونتيي تاعنا. وشوفوا كيفاش جات ولا اروع مرايا. راح ندير خطوط بهذيك الكريمه شونتيي اللي نحيناها مقبله نزينوا بها. تقطعت شويه لانه كانت مضربه مليح. لو كان نحيتو شويه قبل ما تكملوا تضربوا ما حش تقطع لكم، لكن عادي كملت زينت كما راكم تشوفوا وخرجت لوحه فنيه ما شاء الله. الكيكه رائعه سهله، كاين اللي خافوها جربوها، بزاف سهله بزاف بنينه. ديروا حفظ للفيديو اكيد تحتاجوه، ديروا جيم كومنتار شباب، دعم بارتاج، ونلتقي في وصفات جديدة إن شاء الله. سلام.